هنحل واجب أولى ثانوي يونت 7 بارت 2. هنبدأ بأسئلة الجرامر. هنفتح صفحة 28. سؤال رقم 1 بيقول he always not to the library when he was young. طيب هو بيقول لما هو كان صغير was young، يبقى احنا كده بنتكلم على حاجة في الماضي اللي هو الماضي البسيط، يبقى he always went لأن الماضي من جو went يعني ذهب. always دي بتدل على عادة كانت في الماضي، عادي كانت حاجة بتحصل باستمرار يعني. طيب سؤال رقم 2 بيقول Sam not have a bike when he was 18. طيب لما هو كان 18 سنة هو اعتاد ان هو يبقى عنده ايه؟ عجلة. طيب used to معناها حاجة كانت بتحصل في الماضي، او يعني عادة كانت في الماضي وخلاص بطلت ان هي تحصل. طيب used to بيجي وراها الفعل في المصدر، علشان كده خدنا have مش has. ليه؟ لان سام ده المفروض هيجي معاه has، بس علشان used to بيجي وراها المصدر فهتبقى have. سؤال رقم 3 بيقول the lady not taken to hospital in an ambulance after the fire last night. طيب last night ده كده احنا بنتكلم على الماضي البسيط، الليلة الماضية. الماضي البسيط يعني حاجة حصلت في الماضي وانتهت خلاص، احنا عارفين ان هي انتهت، حاجة حصلت خلاص وانتهت. الليلة الماضية فاتت وعدت وخلاص. طيب السيدة اخذت للمستشفى، يعني هي راحت للمستشفى، هي ما راحتش مش هي الفاعل، لا هي اخذت taken، يبقى was taken، يبقى ده كده ايه؟ passive. ليه؟ لان هي اخذت للمستشفى in an ambulance بواسطة ايه؟ عربية الاسعاف. يبقى هي كده اخذت، هي ما راحتش بنفسها للمستشفى، لا هي راحت بالاسعاف، يبقى الباسيف was plus البي. طيب سؤال رقم 4 before not to bed. المفروض before و after لو ما جاش وراهم فاعل بنحط الverb plus ing، يبقى before going. طيب انا ليه حطيت الverb plus ing؟ عشان الفاعل مش موجود، المفروض يبقى فيه he او she او it او كده، فمش موجودة، يبقى حطينا before plus الverb plus ing. يبقى before going to bed she had finished her homework. طيب سؤال رقم 5 بيقول after I had done my homework I not to bed. طيب after بيجي وراها ماضي تام، يبقى والجملة التانية ماضي بسيط، يبقى after I had done my homework I went to bed. ليه went؟ لأن went الماضي أو التصريف التاني من go went. ماشي. سؤال رقم 6 I didn't leave my office until I not my work. طيب till و until بيجي قبلهم، الجملة اللي قبلهم بتبقى ماضي بسيط منفي، والجملة اللي بعدها ماضي تام. ماضي تام عادي مش منفي، يبقى I didn't، يبقى دي كده ماضي بسيط منفي didn't. Until I had finished my homework أو my work. سؤال رقم 7 having بيجي وراها البي بي، يبقى having plus البي بي، يبقى دي حاجة تحفظوها having plus البي بي. having done، ليه done؟ لأن done التصريف الثالث من do، يبقى having done my homework I started to watch the match. طيب سؤال رقم 8 no sooner أو hardly أو scarcely بيجي وراهم ماضي تام على شكل سؤال، يعني بدل ما بنبتدي بهي أو شي وبعد كده had بنبتدي بالhad بعد كده الفاعل، يبقى no sooner had we heard. سؤال رقم 9 it wasn't until، يبقى till و until بيجي قبلهم ماضي بسيط منفي زي ما اتفقنا wasn't، والجملة اللي بعدها بتبقى ماضي تام، يبقى it wasn't until I had done. سؤال رقم 10 نقط had her dinner she washed the dishes. قلنا having plus البي بي، الاختيار الوحيد اللي هينفع ايه؟ ينفع اقول have had her dinner، لا، او had او has، كل ده ما ينفعش having بلس البي بي. ليه؟ لان had هنا جايه بمعنى had her dinner، had هنا جايه بمعنى تناولت. ماشي، فده التصريف الثالث من have، اللي هي التصريف الثالث منها ايه؟ had. طيب سؤال رقم 11 بيقول did you not a secretary for your office.
طيب did السؤال بيبدأ بدid، يبقى الفعل بيجي في المصدر، يبقى did you find عادي، لأن السؤال بيبدأ بإيه؟ بدid. طيب السؤال اللي تحتيه اللي هو 12 نقط a secretary found for your office، يعني السؤال ده في الايه؟ في الباسيف. ليه؟ لان هو بيقول was a secretary found for your office، يعني هل وجد سكرتير للمكتب بتاعك؟ يبقى وجد، ماشي، يبقى ده ايه؟ passive. طيب والباسيف بيبقى was aware plus البي بي، يبقى was a secretary found. ايه كمان اللي يخليني يعني اتاكد ان الجمله مش هتبدا بدid؟ لان بيقول found، والجمله والسؤال لو بدا بدid الفعل بيجي في المصدر. طب انا عندي هنا الفعل متصرف لفاوند، يبقى هختار يا was يا were لان الفعل متصرف. سؤال رقم 13 my uncle didn't remember the promise he not made. طيب هو وعدني الأول، بعد كده هو نسي الوعد اللي هو قاله، يبقى الجملة الحدث اللي بيحصل الأول ده بيبقى ايه؟ بيبقى ماضي تام، يبقى he had made. سؤال رقم 14 my uncle didn't remember the promise that not made by him، يعني عمي مش فاكر الوعد اللي اتعمل بواسطته، او يعني الوعد اللي اتقال بواسطته. طيب يبقى ده ايه؟ passive. يبقى الباسيف بيبقى had been plus البي بي، ماشي، يبقى had been made. سؤال رقم 15 I not into a good family from the south of Egypt in 1976. طيب I was born، ليه was born؟ لأن أنا ولدت. هو أنا اللي اتولدت؟ يعني أنا الفاعل، أنا اللي عمالة بتولد؟ لأ، أنا اتولدت، في حد جه ولدني، بس أنا معرفش مين الحد ده، يبقى أنا ولدت. يبقى الجملة دي بتبقى في الباسيف، يبقى I was born. ليه؟ لأن احنا بنتكلم في الماضي، ده ماضي بسيط، حاجة حصلت في الماضي سنة 1976، يبقى حاجة حصلت في الماضي وانتهت، ماشي. بس باسيف يا was were plus البي بي، يبقى was لأن أنا بقول I، يبقى was plus البي بي was born. سؤال رقم 16 I didn't answer any question نقط I had read it carefully. طيب ايه الأداة الربط اللي بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، اللي هي till و until. طيب انا عندي until في الإجابات، يبقى اختار until. 17 when مريم was young، لما مريم كانت صغيرة she used to. طيب قلنا used to بيجي وراها الverb في المصدر، يبقى she used to live in London. سؤال رقم 18 نقط she was a little girl she wanted to be an actress، يبقى when هي هتبقى أداة الربط. ليه؟ لأن when ينفع يجي بعدها الجملتين اللي يجوا بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط، ماشي. لكن before الجملة اللي بتيجي بعدها ماضي بسيط، والجملة التانية ماضي تام. after ماضي تام، الجملة التانية ماضي بسيط. ايه الجملة ايه اللي ينفع يجي وراها الاتنين ماضي بسيط؟ هي when. 19 he had not left the house when it began to rain. طيب he had hardly لو جت في اول الجملة قلنا الجملة بعدها بتيجي على شكل سؤال، هتبقى hardly had he. طيب هنا جاب he had hardly عادي، بتيجي he had hardly left the house when it began to rain. سؤال رقم 20 we went to bed نقط we had finished our jobs. يبقى الجملة الأولى سوري مش الجملة الأولى، يعني الجملة اللي قبل أداة الربط، الجملة اللي قبلها ماضي بسيط، والجملة اللي جاية بعدها على طول ماضي تام. طيب ايه الأداة اللي بيجي بعدها ماضي تام؟ اللي هي after. 21 the secretary نقط finished the report before the manager arrived. يبقى had already finished the report before the manager arrived. ليه؟ لأن before
جاي وراها before بيجي وراها ماضي بسيط، والجملة التانية بتبقى ايه؟ ماضي تام. 22 before. طيب before و after اتفقنا لو ما جاش وراهم فاعل بياخدوا الverb plus ing، يبقى before taking the medicine he had eaten a sandwich. سؤال رقم 23. The bus not when I arrived at the station so I didn't catch it. يعني الباص غادر لما انا when I arrived the station، لما انا وصلت المحطة، عشان كده انا ملحقتهوش. طيب هو غادر الاول، عشان كده انا ملحقتهوش. انا لو كنت لحقته هو ما كانش هيغادر، فهو غادر الاول. يبقى الحدث الاول بيبقى ماضي تام، يبقى the bus had left. 24 the bus not when I arrived at the station so I didn't miss it. طيب انا ما فقدتهوش، يعني انا لحقته، انا ركبت فيه. طيب يبقى الحدث الاول ان انا عادي لحقته، وده الحدث التاني يبقى هيبقى ده ماضي ايه؟ ماضي بسيط. the bus left يعني انا وصلت الاول، بعد كده بقى هو غادر. يبقى هنا الحدث الاول ان انا وصلت، تمام، والحدث التاني ان هو غادر، يبقى the bus left. 25 بيقول مستر احمد bought a car after he not how to drive. طيب هو اتعلم ان هو طبعا يسوق الاول، وبعد كده اشترى العربية. يبقى الحدث الاول ان هو اتعلم ان هو يسوق العربية، فهيبقى ماضي تام، يبقى he had learned how to drive. 26 مستر احمد bought a car after. طيب after هنا مش جاي وراها. الفرق ما بين 25 و 26 هو بيقول after he، يبقى الفاعل اهو موجود عندنا. طيب في 26 الفاعل مش موجود، after نقط على طول. طيب هنا كده الفاعل مش موجود، يبقى باخد الverb plus ing، يبقى after learning على طول. 27 ونقط أسوان many times before but last winter we enjoyed ourselves more than ever. يبقى we had visited أسوان. 28 I had my lunch after that. طيب after لو after لوحدها بيبقى وراها الجملة اللي بتيجي بعدها ماضي تام. طيب after that الجملة اللي بتبقى وراها ماضي بسيط. طيب before الجملة اللي بتبقى بعدها ماضي بسيط، انما before that الجملة اللي بتبقى بعدها ماضي تام، تمام. فذات بتيجي بتعكس الجملة اللي بتيجي بعدها، ماشي. يبقى after that I went. ليه after that؟ هنا هيجي بعدها ماضي بسيط. 29 he missed the bus because he not up late. هو الباص فاته علشان هو صحي متأخر. يبقى هو صحي متأخر الأول، بعد كده الباص فاته، يبقى ده الحدث الأول. he had got up late. 30 hardly had the singer finished his song when all fans cheered. طيب hardly جت في أول الجملة، خلت الجملة على شكل سؤال. hardly had the singer finished his song. بعد كده في رابطة بتيجي اللي هي when، وبعد كده الجملة التانية بتبقى ماضي بسيط. 31 نقط he نقط to prison. هتبقى he went to prison because he had committed several crimes، يعني هو راح السجن. طيب 32 he was sent to prison. طيب هنا معناها هو أرسل للسجن، يعني في جهة هي اللي أرسلته، فبقى passive. 33 he not to sit down until he had apologized. هو ما تسمحلهوش ان هو يقعد لغاية ما يعتذر. طيب until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي، يبقى
عندنا يا didn't allow يا wasn't allowed. طيب ليه قلنا wasn't allowed؟ لان دي passive، هو ما تسمحلهوش ان هو يقعد، اكيد مش هو اللي بيسمح لنفسه. سؤال رقم 34، أحمد was crying because he knocked over. يبقى أحمد كان بيبكي أو كان بيعيط because he had fallen over. سؤال رقم 35، I went shopping. That was an hour before I started to prepare dinner. دي كان was an hour، دي كانت الساعة قبل ما أنا before I started to prepare dinner، قبل ما أنا أحضر العشاء. Which of the following gives the nearest meaning to the question؟ أنهي واحدة بتدي أقرب معنى للسؤال؟ In an hour after I had done the shopping I started to prepare dinner. طيب after بيجي وراها الماضي التام. after I had done the shopping، طيب اللي هو الحدث الأول. I started to prepare dinner، يعني ايه الحدث الأول؟ ان هي عملت الشوبينج، بعد كده ابتدت ان هي تحضر العشاء، هو نفس اللي مكتوب في السؤال فوق. 36، I called him so he left the office. This means he didn't leave until I called him. ايوه انا ناديته فهو بقى غادر المكتب، فهو ما غادرش until لحد او حتى ما انا دعيته. 37، having done her homework she went out to play. This means that she didn't go out to play until she had done her homework. يعني بمجرد ما هي خلصت الهومورك بتاعها هي خرجت تلعب، فده ايه اقرب معنى ليه؟ ان هي ما خرجتش، she didn't go out، هي ما خرجتش اللعب until حتى او لغاية ما هي خلصت الهومورك بتاعها. 38، while drinking juice ملك was chatting with her friends online. This means that ملك was drinking juice، هي كانت بتشرب عصير. feeling tired أحمد preferred not to go to school. What does this mean؟ هو كان حاسس بالتعب فهو فضل ان هو ما يروحش المدرسة. يبقى أحمد felt unwell، هو حس بعدم الارتياح so he preferred to stay at home. طيب هنحل أسئلة الكلمات، هنفتح صفحة 18. أول سؤال بيقول parents feel proud when their children work hard and achieve their goals. يعني الآباء بيشعروا بالproud اللي هو الفخر عندما يعمل أبنائهم بجد ويحققون their goals اللي هي أهدافهم. سؤال رقم 2، thousands of ancient treasures are displayed in the museum. يعني الآلاف من الكنوز treasures اللي هي الايه الكنوز القديمة بتعرض في المتحف، يبقى displayed يعني بتعرض. سؤال رقم 3، honesty and kindness are more valuable than money or expensive gifts. يعني الصدق واللطف اللي هي ال honesty الصدق وال kindness اللطف أو الطيبة are more valuable يعني أكثر قيمة من المال أو الهدايا الغالية. سؤال رقم 4، every year Rio de Janeiro the Brazilian city، يعني مدينة برازيلية اسمها ريو دي جانيرو holds a big holds هنا معناها بتقيم a big festival يعني احتفال كبير with music و food and traditional dances. ماشي، ورقصات traditional dances يعني رقصات تقليدية. سؤال رقم 5، teachers can influence students behavior in a positive way through guidance and support. يعني بيستطيع المعلمون التأثير influence يعني تأثير ان هم يأثروا على سلوك الطلاب students behavior سلوك الطلاب بطريقة إيجابية positive way من خلال التوجيه اللي هو ال guidance and support الدعم. 6 I really appreciate حقا أنا أقدر your help مساعدتك in solving this problem في حل هذه المشكلة، يبقى appreciate يقدر. 7 the passport is an official document
يعني جواز السفر ده وثيقة رسمية. document يعني وثيقة that proves a person's identity اللي هي بتثبت هوية الشخص. سؤال رقم 8. he wants to do something meaningful يعني هو يريد أن يفعل شيئا ذو معنى أو ليه معنى meaningful that can help people and improve society يساعد الناس ويحسن المجتمع. Honesty is the root of trust that helps build strong and healthy relationships. honesty اللي هو الصدق is the root يعني جذر أو أساس of trust. الثقة هو أساس الثقة اللي بتساعد على بناء علاقة قوية وصحية. سؤال رقم 10 بيقول during important ceremonies and festivals the Japanese often wear beautiful kimonos يعني خلال الاحتفالات والمناسبات المهمة. ceremonies and festivals the Japanese اللي هم اليابانيون غالبا بيلبسوا الكيمونو ده اللبس بتاعهم اسمه كيمونو. سؤال رقم 11 doing sports regularly يعني انت تعمل رياضة بانتظام regularly helps people stay in good shape بتساعد الناس ان هم يفضلوا بشيب يعني لياقة بدنية جيدة for a long time. طيب شيب ممكن اقول ان هم يفضلوا في شكل كويس او حالة كويسة او لياقة بدنية يعني. سؤال رقم 12 the students showed great unity when they worked together to clean the school يعني أظهر الطلاب وحدة كبيرة. unity يعني وحدة عندما عملوا معا لتنظيف المدرسة. سؤال رقم 13 the teacher was pleased because the students were very attentive and listened carefully to the lesson يعني المعلم كان سعيد because the students were very attentive يعني منتبهين جدا واستمعوا إلى الدرس بعناية. سؤال رقم 14 we should respect our ancestors يعني يجب ان احنا نحترم مين ancestors أجدادنا أو أسلافنا because they worked hard to build the country علشان هم عملوا بجد لبناء البلد أو country هنا جايب معنى الوطن. سؤال رقم 15 there was a joyful يعني مبهج كان هناك joyful celebration يعني احتفال مبهج in the town في المدينة after the team يبقى celebrate يعني يحتفل celebration احتفال in the town after the team won the national championship اللي هي البطولة يعني. سؤال رقم 16 my friend Zain has an interesting collection of old coins that he keeps safely يعني صديقي زين لديه مجموعة ممتعة interesting من collection اللي هي مجموعة interesting collection يعني مجموعة ممتعة of old coins. سؤال رقم 17 the success story the success story of the scientist helped inspire يعني تلهم many people ان هي تلهم العديد من الناس to work harder. سؤال رقم 18 helping people in need يعني مساعدة الناس المحتاجة people in need يعني الناس المحتاجين. can make life more meaningful يعني بتخلي الحياة ذو معنى and rewarding يعني بتخلي الحياة أكثر معنى ومكافأة. سؤال رقم 19 my family usually travels to the countryside during the summer vacation to relax يعني عيلتي بتسافر عادة للكانتريسايد اللي هو الريف during the summer vacation يعني أجازة الصيف to relax علشان تسترخي للاسترخاء. سؤال رقم 20 the teacher spoke
in a calm and friendly tone. tone اللي هو نبرة. يعني تحدث المعلم بنبرة هادئة وودودة friendly. جعلت الطلاب that made the students feel free to ask question. خلتهم يحسوا بالراحة في ان هم يطرحوا اسئلة. سؤال رقم 21. By practicing every day you can make a great progress in learning English. يعني من خلال الممارسة اليومية practicing every day الممارسة اليومية you can make great progress. يعني انت ممكن تحقق او يمكنك تحقيق او تقدم كبير. progress يعني ايه؟ تقدم. يبقى great progress يعني تقدم كبير in learning English. سؤال رقم 22. please remind me يعني من فضلك ذكرني. remember يعني يتذكر، انما remind يعني يذكر. remind me ذكرني. سؤال رقم 23. we should value honesty يعني يجب أن نقدر الصدق. يبقى value يعني يقدر. honesty الصدق and teamwork العمل الجماعي because they help build strong relationships علشان ده بيساعد في بناء علاقات قوية. سؤال رقم 24. Visiting historic places was an unforgettable learning experience for the students. يعني كانت زيارة الأماكن التاريخية historic places تجربة تعليمية لا تنسى. unforgettable يعني لا تنسى. learning experience يعني تجربة تعليمية لا تنسى for the students للطلاب. 25. the museum plans to display يعني المتحف بيخطط ان هو يعرض rare ancient tools ادوات rare يعني نادرة ادوات قديمة and paintings for the public. و paintings يعني لوحات برضو اثرية نادرة للجمهور. 26. seeing the artifacts يعني رؤية الآثار helps عمر understand his identity as an Egyptian. ساعدت أو بتساعد عمر على فهم هويته identity اللي هي الهوية as an Egyptian كمصري. يعني كأن هو يعني الحاجات دي خلته يفهم هويته ان هو مصري، شخص مصري بينتمي لمصر كده، يعني هي دي الهوية يعني. 27. The museum teaches visitors about Egypt's culture. يعني المتحف بيعلم الزوار أو الزائرين عن ثقافة مصر. 28. We appreciate احنا بنقدر the culture or our ancestors احنا بنقدر ثقافة of our ancestors احنا بنقدر ثقافة أجدادنا. سؤال رقم 29. نقط something هو هنا ايه جايب لي التعريف وعايزني اقول ايه الكلمة اللي تعرفها كده. نقط is something very special or valuable. حاجة special يعني مميزة وذو قيمة، يبقى ده الايه التريجر اللي هو الكنز. سؤال رقم 30. نقط means to understand the value and importance of something. بتعني ان انت تفهم the value القيمة and importance وأهمية الحاجة. يبقى ده appreciate ان انت تقدر معناه ان انت تفهم قيمة الحاجة وأهميتها. 31. objects made or used long ago often found in museums are called artifacts. ماشي، دي الآثار. 32. to help form or influence something يعني ان انت تساعد في تكوين شيء. form or influence او التأثير or influence something او التأثير فيه، ده بيعني ان انت ايه to shape يعني بيشكل.
33 to help for 33 who you are and what makes you different is your دي الايدنتيتي بتاعتك، دي اللي هي بتقولك من انت وما الذي يجعلك مختلفا، دي الهوية بتاعتك. يعني مثلا انت الهوية بتاعتك مصري، فانت دي الحاجة اللي بتعرفك انت ايه، انت مصري انت مش مصري كده يعني، فدي بتبقى الهوية. 34 نقط is the culture history and traditions passed from the past. يعني دي التراث والثقافة والتاريخ والتقاليد الموروثة من الماضي، يبقى دي الهeritage اللي هو التراث. تراث الحاجة اللي احنا بنورثها من زمان، وبتبقى شاملة كل حاجة، بتبقى شاملة التاريخ والتراديشنز والثقافة وكله. 35 a feeling of happiness يعني شعور السعادة because of something good، بسبب حاجة كويسة is called being proud، ده بيسمى بالفخر. طيب صفحة 22 to be a good student you need to be attentive in class. علشان تبقى طالب جيد انت محتاج تكون منتبه في الفصل. the synonyms of attentive يعني عايز معنى كلمة منتبه alert و focused. 2 we appreciate the hard work of our teachers. احنا بنقدر العمل الجاد لمعلمينا. the synonyms of appreciate عايز معنى كلمة يقدر، يبقى the antonyms اللي هو عكس كلمة appreciate يبقى underestimate و disrespect. رقم 3 The museum will display the new paintings starting next week. The synonyms of display يعني يعرض، عايز معناها exhibit و show. 4 The team's success يعني نجاح الفريق depended on their unity and cooperation. The opposites of unity عايز الحاجات اللي بتعاكس كلمة unity اللي هي وحدة. separation اللي هو انفصال و disagreement يعني عدم توافق. 5 The globalized economy means a globalized economy اللي هو الاقتصاد العالمي means that events in one country can affect markets all over the world. The synonyms of globalized قلنا globalized يعني حاجة عالمية، هتبقى معناها international و worldwide. سؤال رقم 6 بيقول during the community project every volunteer had a role in organizing activities. طيب have a role أو had a role يعني كان كل واحد ليه دور. سؤال رقم 7 the teacher carefully included activities يعني قام المعلم بعناية بأن هو included activities يعني بيضمن أنشطة that encouraged teamwork among the students. سؤال رقم 8 with consistent practice the students made progress in learning the new language. يبقى made progress يعني حققوا تقدم. The festival last weekend brought people together يعني جمع المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع الماضي الناس من جميع الأحياء للاحتفال، يبقى brought people together يعني جمع الناس. طيب سؤال رقم 10 بيقول the company made several changes. طيب make changes يعني يحدث تغيرات، يبقى الشركة أجرت تغيرات أو عملت تغيرات made several العديد يعني من التغيرات in its workflow last month to improve productivity. ماشي. سؤال رقم 11 the stories and traditions in her family shaped يعني شكلت،
يعني القصص والتقاليد في عائلتها شكلت a strong sense، يعني إحساس قوي of the identity من الهوية in her children في الأطفال بتوعها. سؤال رقم 12. she not a habit started a habit يعني هي بدأت عادة of waking up early to make time for exercise، علشان تخلي أو تخصص وقت للرياضة أو التمرين الإكسرسايز. balancing personal activities يعني الموازنة بين الأنشطة الشخصية اللي هي personal activities and work life اللي هي الحياة العملية can be challenging for many adults. دي قد تكون ايه challenging يعني صعبة أو مهمة على البالغين. knowledge about traditional crafts has been passed from elders to young apprentices. يعني آه تم نقل المعرفة بالحرف التقليدية من الكبار للمتدربين الصغيرين. يبقى passed from يعني انتقلت من، يبقى pass from يعني ينتقل من، تنتقل من ال elders to young apprentices. ماشي، اللي هما من الكبار لل young apprentices اللي هما المتدربين الصغار. سؤال رقم 15. the teacher reminded the students يعني المدرس ذكر الطلاب to prepare ان هما يستعدوا for tomorrow's cultural activities at the center، يعني للأنشطة الثقافية غدا فين في المركز. يبقى cultural activities أنشطة ثقافية. during the exhibition يعني أثناء المعرض the local artist proudly showed off يعني يتفاخر أو بفخر showed off his new painting to the visitors، يعني أثناء المعرض استعرض الفنان المحلي لوحته الجديدة بفخر. يبقى showed off يعني يعرض بفخر أو تفاخر his new painting. سؤال رقم 17. طيب she always jotted down يعني بيدون. طيب jotted down her plans كانت دايما بتدون الخطط بتاعتها in small notebook to remember everything. ماشي، كانت بتكتب يعني الخطط بتاعتها في نوتة صغيرة علشان تفتكر كل حاجة. many health problems يعني العديد من المشاكل الصحية are connected to يعني متصلة بيه أو مرتبطة ب stress and lack of sleep بالتوتر وقلة النوم. every morning كل صباح she woke up early هي بتستيقظ مبكرا to have enough time، يبقى woke up يعني يستيقظ. pirates searched the island for hidden treasure buried under the sand، يعني pirates اللي هم القراصنة searched the island يعني بحثوا عن جزيرة بحثوا في الجزيرة عن كنز مخفي. مدفون buried يعني مدفون under the sand تحت الرمال. 21. he felt great pressure هو حس أو شعر بضغط كبير before the exam because he didn't want to fail قبل الامتحان عشان هو ما كانش عايز يسقط. يبقى pressure هنا ضغط بس ضغط يعني ضغط نفسي كده هو حس بضغط كبير ده هو ضغط المذاكرة. سؤال رقم 22. high blood pressure ده ضغط الدم العالي can cause serious health problems بيسبب مشاكل صحية خطيرة. 23. it was a pleasure to meet such kind and friendly people، يعني
كان من it was a pleasure اللي هو من دواعي السرور أو من السرور يعني to meet such kind and friendly people. 24 checking your phone as soon as you wake up is a common habit يعني عادة شائعة. 25 in many countries في كثير من الدول shaking hands when meeting someone is a social custom يعني المصافحة. shaking hands يعني ان انت تصافح حد يعني تسلم عليه بالايد. when meeting someone لما تقابل شخص دي social custom يعني عادة اجتماعية. custom يعني ايه؟ يعني عادة. 26 the doctor is highly respected يعني الطبيب شخصية highly respected figure يعني شخصية محترمة جدا in the town because of his years of service. 27 the students remembered respectful while listening to their teacher يعني the students remained respectful يعني ظل الطلاب محترمين respectful while listening أثناء استماعهم to their teacher للمعلم بتاعهم.